وحشتوني على دماغي يا احباب المتابعين وغير المتابعين والناس كلها فوق دماغي. فينكم؟ والله معلش وحياة كتاب الله انا عارف قصرت معاكم الفترة اللي فاتت، بس شفت انا بغيب وما اجيبلكش الا اياه الا الصح اللي وكل لقمة عيش. تمام؟ نمشي مع بعض عشان اتكلم على شوية عروضة واخد بالك راح انزلهم شوية عروضة كتار. تضحك علي ايه يا عم؟ ايه انت بتضحك علي انا ولا بتضحك على مين؟ نزل العروض يا عم الحاج وري الناس انه في شغل. الشهر اللي جاي ده كل يوم عرض، كل يوم عرض. أيوة. عشان انا عارف ان انا لما اتاخرت انتوا زعلتوا مني وانا احبش ازعل حد من الاخر. ماشي؟ تمام؟ تمام. اسمع يا الغالي عاد. عرض 10، عرض 5، عرض 15، عرض 8، عرض 4. شايف ده كله متراكم. تمام؟ كله ده راح ينزل وكله ده قريب على القرية، يعني فيش الا عرضين ممكن يكونوا بعاد شوية. طيب التربة اللي قريبة على القرية هي نفس الزراعة، هي نفس الطينة، هي نفس الجنب القرية. طيب عشان كذا حد يقول لي طب ليه السعر مختلف؟ اللي قريب على القرية يا باشا في العمار لازم يبقى سعره شوية، والثاني بعيد شوية لازم يبقى سعره هذا، ولكن الأرض واحد. برسيم، قمح، قطن، سمسم، ذرة، خضار، أرض طينية من اللي يحبها قلبه. تمام؟ طيب الأشجار دي بتزرع في الأرض الرملية بالتنقيط. طب كي أشجار هنا كم متر زيتون نخيل شغال. طيب عاوز مساحة أنا عشان أعملها مزرعة 200 فدان موجود. عاوز مزرعة نعملها 500 فدان موجود. تمام؟ جيب مهندس، توكل على الله، شد خراطيم، ازرع الشجر اللي انت عاوز تزرعه، كان زيتون، نخيل، كمثري، ليمون، برتقال. مركز معايا؟ تمام؟ هيجيك جديد في جديد. تابع، اشتراك للقناة وتابع على الصفحة ديت. اعجاب زي ما بفيدك فيه، الاعجاب ده بيوديه لايه؟ يخلي الفيديو يروح اكتر. ولا انت مش معاي النهارده؟ انت ما انت مش متكلم يعني، ما تضحك على ايه يا عم؟ اتكلم طيب وانت كلامي يضحكك؟ لا ما يضحكش. امال ايه طيب؟ استمع هناخذ ميزه منه. طب يعني انا الكلام اللي قلته ده في حكايه ان المحاصيل والقطن والكلام دي، هل دي معلومه صح ولا غلط؟ لا صح، موجوده. علي صوتك. موجوده. يعني ينفع نزرع القطن نزرع والسمسم والخضار بانواعها والاخضار ولب وجميع زرع ولب. تمام؟ يعني بص الايام اللي جايه دي كلها جلع في جلع مع طائر الوادي. بس انت تابع خش على زرع الشتاء وادب الشتاء. وايه تابع واعجاب عشان يوصل للاخرين وتدل على الخير كفاعلي. انا بتعب ونلف انا والاستاذ احمد والجماعي وبندل على الخير. انت مش هتتعب، هو بس اللايك عشان يوصل، عشان لو ضليت حد ياكل لقمه عيش لك اجر عند الله. واخد بالك؟ وتشجعنا انا عشان اجيب لك كل جديد. امال ايه؟ وتابع عشان ما تجيكش الفيديوهات القديمه، يجيك الله الجديد على طول. اعمل متابعه وفعل الجرس واعمل كومنت جميل كده، افتح نفسي كده، ابهرني على الشغل كده يا اخي. اشوفكم على خير دايما.